لا ان احنا رضينا دي معلش مش التانية. الله، هو احنا كراسي؟ هو احنا كراسي؟ انت جاي ايه؟ احنا مش محطات خاصة بالدولة، مش محطات تلفزيون دولة تقعد تتشرط، ومحدش كان بيتشرط علينا واحنا في تلفزيون الدولة ان لازم نيجي، ويجي مين مع مين. ايه الكلام الفاضي ده؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ قال ايه؟ قول لي والنبي ترد عليه، قول له ايه؟ قال ايه؟ لازم نيجي احنا الاثنين ونختار الاثنين اللي قصادنا. يا سلام. ها. اه والله ما فيش حل غير كده، ما فيش حل غير كده. هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة. لا، فوقوا لنفسكم. ما انتوا ما ملكتوش الدولة، لو ملكتوها هتموتونا قبل ما تعملوا فينا كده. يعني قبل ما اوافق انا كراجل بشتغل مذيع في هذه المحطة، وصاحب المحطة مديني حرية ان انا اعمل اللي انا عايزه في البرنامج بتاعي، وده مكتوب في العقد بيني وبينه، وده اللي خلى صاحب المحطة في القضية اللي احنا اشتغلنا فيها طلع بره الموضوع، لان احنا كاتبين ان انا مسؤول عن شغلي، والراجل من غير عقود سامح لي اقول اللي انا عايزه. مش زي ما بيقول عصام العريان، قال احنا لما بنخلص الحلقة بنطلب صاحب المحطة، عاجبك يا استاذ الشغل ده؟ انا ما اقدرش اطلب صاحب المحطة بعد الحلقة، لان هيقعد يزعقلي وهنتخانق مع بعض، لان قايل كلام هو مش عايز يقوله. يعني ايه ده؟ ايه يا عم عصام، يا دكتور عصام، ايه اللي جرالك؟ قال وكاشف ايه؟ اسمع عصام العريان بيقول لك ايه. اسمع الدكتور عصام العريان بيقول لك ايه. اسمع يا سيدي، يا سيدي امرك يا سيدي. الدكتور العريان في الشورى: سيتظاهر الناس امام بيوت الاعلاميين اذا لم يعلنوا قيمه رواتبهم. انا ما فيش عيل صغير في مصر مش عارف مرتبي. انا براءه من القصه دي. فيش عيل في مصر قد كده عارف مرتب، مش عارف مرتبي. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، وقال ان الوضع الاعلامي اصبح في اسوأ حالاته. بص بقى، وأن البرلمان منوط به مناقشة كافة قضايا الإعلام، إضافة إلى صلاحيات تسمح له باستدعاء واستجواب أكبر رؤوس في الإعلام ودفعهم للاستقالة من مناصبهم إذا لازم الأمر. إحنا مش ماسكين مناصب يا عم الحاج. أنت بتتكلم على الوزير اللي أنتم عاينينه ولا بتتكلم على مين؟ إحنا ما عندناش مناصب خالص. إحنا كلنا في المحطة هنا مذيعين زي بعض، بس تتفاوت أجورنا، إنما كلنا مذيعين زي بعض، وكل واحد فينا محقق النجاح اللي يخصه، انما احنا ما عندناش مناصب. دي حاجه. ووصف العريان الاداء الاعلامي بانه توظيف سياسي لخدمه رجال اعمال مثل نجيب ساويرس ومحمد الامين وسليمان عامر الذين اصبحوا يتحكمون في توجيه الراي العام. اولا يا دكتور عصام، نجيب ساويرس طلع ما بقاش عنده محطه. نجيب ساويرس باع المحطه بتاعته وبيعتوه كل حاجه ومشيتوه. انتوا اللي عملتوا في نجيب ساويرس كده وعيله ساويرس كده، وانتوا اللي هديتوا البورصه. انتوا اللي هديتوا البورصه عشان ما اعرفش عشان ايه، عشان عايزين ايه. فنجيب ساويرس مش ماسك محطات، واحنا بندافع عن نجيب ساويرس. احنا بندافع عن نجيب ساويرس، ونجيب ساويرس انا ما اشتغلتش معاه عمري، وهو مش عندوش محطه دلوقتي. لمعلوماتك انه باع الراجل المحطه، باعها، زهق من القرف اللي قرفته له، مشي نجيب ساويرس، خلاص مشي. عيله ساويرس كلها مشي. ورونا انتوا هتعملوا ايه بدلهم. مضيفا أن كل إعلامي يتصل برجل الأعمال مالك القناة بعد انتهاء البرنامج ويسأله: أنا كنت كويس؟ قال إحنا الأستاذ عماد أديب لما بيخلص بيتصل بمحمد الأمين يقول له أنا كنت كويس، أو الأستاذ عمرو أديب، أو الأستاذ خيري رمضان، أو الأستاذ تامر أمين، أو الأستاذ مجدي الجلاد، أو الأستاذ لميس الحديدي، أو ريم ماجد، أو يسري فودة، أو دينا عبد الرحمن. أو ده إحنا بنخرف تخريف، ده إحنا بنجنن رؤساء المحطات، ده إحنا مجننينهم كلنا، لان احنا ما بقيناش محايدين. خليتونا مش محايدين، خليتونا طلعنا من هدومنا. ده انتوا ايه ده؟ وانتقد العريان ضخامه رواتب الاعلاميين التي تصل لملايين الجنيهات، محذرا من تظاهر المواطنين امام بيوت الاعلاميين اذا اصروا على عدم اعلان قيمه رواتبهم، وتساءل: هل يدفعون ضرائب عن تلك الاموال ام يتهربون منها؟ انت بالذات يا دكتور والمجموعه بتاعتك ما تتكلمش خالص في الفلوس، لان انتوا ما حدش عارف فلوسكم داخله منين ولا رايحه فين ولا جايه ايه ولا اصلها ايه ولا فصلها ايه ولا بتكسبوا ايه ولا بتعملوا ايه. كلكم الجماعه عندها فلوس
محدش عرف انتوا صرفتوا قد ايه على رئاسه الجمهوريه، على انتخابات رئاسه الجمهوريه، صرفتوا مليارات، محدش عرف انتوا جبتوها منين دي. ثم ان احنا بناخد رواتب بعقود. العقود دي بنقدمها للضرايب. بيجي اخر الشهر اخر السنه زي ما بنعمل اليومين دول، بتيجي المحطه ادتني كام في السنه، ادتني كذا مليون عشان تستريح. بنكتبهم في الورقه في العقد، بناخدهم من المحطه من حسابات المحطه نوديهم الضرايب. وعندك الضرايب اعمل فيها اللي انت عايزه. اعلى مفخلك اركبه. احنا واخدين شهادات تقدير من الضرايب. محدش فينا حرامي. بص بقى انت بدل ما تقول الكلام ده شوف لي بقى مصادر بالشورى 250,000 جنيه جملة تكليف مشروبات النواب خلال 3 أشهر. النواب شربوا شاي وقهوة ب 285,000 جنيه على حساب المجلس، على حساب الموظفين، على حساب الناس. دي بقى فلوس الناس. احنا ما بناخدش فلوس الناس. انا عمري ما اشتغلت مع فلوس الناس. حتى لما كنت في التلفزيون المصري كنت في البيت بيتك برنامج خاص. مصر النهارده كان تبع صوت القاهرة، ماليش دعوة بفلوس التلفزيون. ودخلنا لهم فلوس. وودوني الاموال العامه وطالع انا مكسب التلفزيون حاجه و30 مليون جنيه. عشان كده ما حدش قدر يعمل لي حاجه، وما حدش قدر يتكلم على دخلي ولا باخد ده ليه ولا ما باخدش ده ليه. 225 الف جنيه مشروبات. ده لو بيشربوا مشروبات روحيه ما توصلش للسعر ده، من فلوس المجلس مش من الصندوق. واسمع بقى الكلام اللي اتقال بعد كده. قالت مصادر مطلعة بالشورى أن إجمالي ما تم إنفاقه من مشروبات خاصة لأعضاء المجلس والضيوف المصاحبين لهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 285 ألف جنيه. وأوضحت المصادر للوطن أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى اعتمد زيادة بدل حضور الجلسات. زيادة بدل حضور الجلسات. قال إحنا دلوقتي بنعمل زيادة بدل حضور الجلسات واللجان النوعية للنواب بموجب تعديل اللائحة الخاصة الأخيرة. عملوا لائحة من ورانا عدلوا فيها الأجور ورفعوا فيها الأجور. وقالت مصادر من داخل الأمانة العامة بالمجلس أن نواب حزب الحرية والعدالة تقدموا بطلبات إلى رئيس المجلس لتعيين أقاربهم داخل المجلس. في سياق متصل نظم عدد من الموظفين والعاملين بمجلس الشورى وقفة اليوم من أمام مكتب رئيس المجلس احتجاجا على تحميل الصندوق الخاص بهم ثمن المشروبات الخاصة بأعضاء المجلس وضيوفهم منذ بداية دورة الانعقاد الجديد، لافتين إلى أن الموظفين يسددون ثمن ما يشربونه. يعني الموظف الغلبان بيدفع الشاي والقهوة، إنما السيد عضو البرلمان ما يدفعش الشاي والقهوة لا هو ولا ضيوفه. كما احتج الموظفون العاملون على زيادة بدل حضور الجلسات إلى 400 جنيه واللجان النوعية إلى 200 جنيه في حين أنه لم يصرف مقابل الاحتفال بالمولد النبوي الذي يعادل 4 أشهر من أساس المرتب، وبدل بداية الدورة الذي يعادل شهرا أيضا بحجة عدم وجود سيولة مالية. أما الأعضاء في سيولة، أما الموظفين ما فيش سيولة. عشان كده الناس واقفين وقفة احتجاجية، اللي عاملين بالشورى واقفين وقفة احتجاجية. يا دكتور عصام، مرتباتنا احنا انا عن نفسي باخد مرتبات كبيره، وقالها انس الفقي في التلفزيون، صحيح الرقم ما كانش دقيق لكن قال حاجه زي كده. ثم انه انا لما بقيت اخد مرتب كبير قلت وما خبيتش، ولما بقيت جبت فيلا وريتها للناس كلها وصورتها هي والكلاب والبتاع وعملت كل حاجه وما كنتش بعمل حاجه، لان انا مش عامل حاجه غلط. احنا مش عاملين حاجه غلط، احنا بنشتغل وبنجيب فلوس وبنكسب فلوس. اللي بيجيب فلوس اكتر بيكسب فلوس اكتر، وهكذا. دي شغله. زي تقدر انت تقول لي خيرت الشاطر بيكسب كام وانا اقول لك مرتبه، او تقول لي حسن مالك بيكسب كام؟ مش ده قطاع خاص، احنا في القطاع الخاص، وانا اقول لك مرتبي واقول لك مرتب ريم ويسري والناس دي كلها. قول لي فلوسكم بتجيبوها منين؟ بتقوم الناس على الاعلاميين ليه؟ عشان احنا ناجحين والناس بتحبنا، عشان انت متغاظ، عشان عندك قناه ما حدش بيشوفها، وعندك جورنان بقى يعني ما يعلم به الا ربنا معاهم يعني في اللي بيعملوا فيه. وبعدين انت لما عملت محطه عملت ايه؟ لما الاخوان المسلمين عملوا محطه اسمها 25 يناير ولا 25 مصر ولا 25 مصر 25 انا سامعك بس بستعبط مصر 25 بتذيع فيها ايه؟
هو ده السؤال. المحطة اللي انت بتاعتكم بتذيعوا فيها ايه؟ جورنان اللي هو بتاعكم بتذيعوا فيه ايه؟ المحطات دي محطات خاصة من حقها تذيع اللي هي عايزة تذيعه، ومحدش يعترض عليها، محدش طالما احنا لا نمس الدين ولا الأخلاق ولا الأمن القومي، خلاص نعمل اللي احنا عايزينه. المساس بالأمن القومي ممنوع، المساس بالدين ممنوع، المساس بالأخلاق ممنوع. ما عندناش ده. طالما ما عندناش ده نعمل اللي احنا عايزينه، بدليل ان انت يا دكتور ورفاقك عندكم محطة بتعملوا فيها اللي انتوا عايزينه ليكوا انتوا، اللي يناسبكم انتوا. وشوفها، اتفرج عليها. هل بتقدموا، هل بتقابلوا فيها البرادعي؟ هل بتتكلموا فيها كويس عن البرادعي؟ هل جورنانكم بينشر حاجة كويسة عن البرادعي؟ فيعني ده يعني احنا تحمدوا ربنا ان احنا بنكلم الاخوان يطلعوا عندنا، لانه الناس طهقت. انا حاسس ما كيفتش على الكلام اللي قلته، الحقيقه ما كيفنيش، لسه ما كيفتش.